ايه الاسباب اللي بتدفع زوجة انها تكون مش نظيفة في بيتها، وانه ما يكونش اولوية في بيتها ان النظافة وان البيت يبقى زي الفل. ما بنقولش تهدي نفسك وتضيعي صحتك، لا، على الاقل الحد الادنى من النظافة. المطبخ نظيف، مفيش حاجات ريحتها وحشة، الدنيا الهدوم على الاقل مغسولة، ريحتها مش وحشة في سبت الغسيل. يعني ايه اللي يخلي زوجة تقبل على نفسها وتعيش في نمط الحياة ده، ولا هي مريضة ولا هي تعبانة ولا هي مشغولة ولا هي يعني ما عندهاش أعذار اللي احنا لسه هنتكلم عنها؟ ايه الأسباب؟ اول حاجه انا شايفاها واهم حاجه موضوع التربيه. انا لو مم. فاهمه ان النظافه جزء كبير من يومي، انا لو بنوته من وانا صغيره ماما فهماني النظافه الشخصيه شكلها ايه، ولما بكبر شويه بتبقى عامله ازاي، ولما ببقى انا ماما عطياني جزء من مهام اليوم لو انا طالبه جامعيه، اول ما خلصت الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. فهي عندها نوع من انواع تدرج المسؤوليه، فاهمه البيت بيمشي ازاي. انما للاسف نتيجه التدليل، نتيجه ان عدم الامهات بتحب تريح بناتها شويه، ان وسائل الرفاهيه زادت، ان في مكنسه وفي معرفش ايه وفي ايه وفي ايه في ايه، خلاص ده في يوم او في ساعه الدنيا تتلم. فبالتالي الام هنا التربيه هي الاساس، ان انا كأم ما زرعتش في البنت هي الدنيا بتمشي ازاي وايه الحد مم. الادنى اللي ما تنزلش، يعني خلاص هو ده اخرك ما ينفعش تنزلي عنه. يعني مم. حضرتك سايبه الغسيل يومين ما ينفعش التالت يبقى كذا، والله في المفروض حاجه تتنشر ما ينفعش نتعدى على ده. فهي الفكره ان ما بيبقوش معلمين ان هو الحد الادنى اللي ما ينفعش انزل تحته، مش الحد الاقصى اللي اوصل له، انا بتكلم على الحد الادنى. دي الأدنى. نقطه. النقطه الثانيه فكره الترويج للبعض الامور. الست غير ملزمه، العنوان الكبير، انا مش ملزمه اطبخ، مش مش لا ملزمه، تنظف مش ولا ملزمه ملزمة انها ترضع ابنها ولا ملزمة بأي شيء. بالظبط. وان الاهم في كل دول ان انا يبقى لي دخل ثابت، وان انا ابقى بشتغل، وانا مهندسه وانت مهندس، وانا دكتوره وانت دكتور، وانا مدرسه وانت مدرس. إيه المشكله ان انا بشتغل زي زيك وبدخل زي زيك؟ فاحنا نجيب حد يساعدنا في البيت او الكلام ده مش مشكله طالما بنبني نفسنا او انت بتاخد بالك من تفاصيل صغيره. فاول اه. حاجه بتبقى الام. تاني حاجه فكره الزرع الافكار. تالت مم. حاجه طبيعه شخصيه. الطبيعه الشخصيه طبيعة هنا شخصية. انا في ناس هي طبيعتها تقيلة كسولة. يعني انا مم. بقى معايا بعض المشكلات هي عارفة ان ده يتعمل بس مش عارفة تعمله ازاي، او ان هي نفسي اعمل ده بس مش قادرة، صحتي مش مساعداني. هي خلاص اتربت ان هي طاقتها ما بتجيبش غير انها تروق مثلا اوضه، طاقتها جايباها ان هي لو طبخت مش هغسل مواعين النهارده، المواعين بكره. فهي مم. طاقتها هي حصرت نفسها بشكل ده، ممكن ما يكونش عندها عيب جسدي ما يعني عندهاش مشكلة صحية، بس هي يعني زي ما بتقولي هي حصرت طاقه. نفسها كده. بالظبط. هي بقى يعني حجمت نفسها ان انا ما بعرفش اعمل ده. لازم نبقى برضو متفقين ان في تفاوت، يعني طاقتي غير طاقتك غير طاقه فلانه. في واحده تقدر تعمل البيت كله في يوم، في واحده لا. ترتيب الاولويات مهم. يعني في حد يقول بالتأكيد. التنظيف العميق، انا مفيش حاجه اسمها الثلاجه بطلع كلها واغسلها واحطها فيه، لا المع وبس. فهي فكره الاولويات وشكل الحاجه تتم ازاي ده مختلف من شخص للتاني، مم. وبيرجع شويه لقناعته وتربيته. فهي عشان كده بنقول هما الثلاث حاجات دول هو اللي بيخلي الواحده بعد الجواز بقى انا كان نفسي اعمل بس انا مش قادره. لا على فكره انت المفروض تجيب لي خدامه. يعني لسه امبارح مم. حد كان بيتكلم ان هي ايوه. فكره انا مش مم. قادره. يعني هي لسه عروسه، هما اتنين، فكره مم. لازم يبقى معايا حد. فكره ان هي من البدايه قالت له انا ماليش في الطبيخ، ما بعرفش اطبخ، ما مم. هو ده. لان ماليش في الطبيخ ده برضه المطبخ. مشكله كبيره. فهي فكره بقى ان احنا كل واحد حاطط نفسه في القالب ايه. اللي عندها المشكله دي بقى لها 15 سنه و20 سنه، ونعرف ناس بقى لها 30 سنه الزوج بيعاني من نفس المشاكل اه. في النظافه والنظافه الشخصيه ونظافه البيت ونظافه مم. الاولاد وكل ده. وان ما بتتمش النظافة